السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من فقرة الشاي الأخضر. فقرة الشاي الأخضر من الفقرات المميزة جدا إن أنا بقدمها لنفسي قبل ما أقدمها لأي حد. يمكن دي من الحاجات اللي كنت بعملها مع نفسي، ولكن قلت ليه ما أقدمهاش للناس، وده اللي بدأ في شهر رمضان اللي فات. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم عن نقطة مميزة جدا، وهي إن الواحد لازم يرحم نفسه من وجع الحاجة اللي ما جاتش، لأن ممكن ما يبقاش فيها خير. دي كنا اتكلمنا قبل كده عن ان الحاجة لما تتأخر وان ربنا سبحانه وتعالى بيقول عسى ان تحبوا شيئا وهو شرا لكم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شرا لكم. ولكن انا برضو جاي اقول لك على نقطة او جانب مهم جدا في الموضوع، الا وهو جانب القناعة. انك انت تكون عندك قناعة بالحاجة اللي عندك. ما اقعدش بقى انا طول الوقت أأنب نفسي واقول يا نهار ابيض، ده انا ما عنديش فلوس زي ابن عمتي، ده انا ما عنديش فلوس زي ابن خالي، ده انا ما عنديش عربية زي مش عارف مين، ما عنديش كذا. لا، الموضوع مش كده. وتبتدي انك انت بقى تقعد طول الوقت ملهي عن انك انت ممكن تحقق بطريقة معينة انك انت تجيب فلوس وتبقى غني، بانك انت طول الوقت بتأنب نفسك وواجع نفسك. بتنام وتصحى، يوه ده انا النهارده صاحي مقريف ومش قادر ان انا انزل الشغل، ده انا نايم على مرتبة مش مريحة. طب انا مش رايح الشغل، طب ما تنزل يمكن تجيب لك مرتبة. ده مثال بسيط يعني. وقيس على كده بقى كل حاجة. فما تخليش حاجات بسيطة في حياتك تعملها شماعة وتزود بيها الوجع اللي انت بتحس بيه انك انت في حاجات انت محققتهاش او حاجات لسه انت ما وصلت لها. و... فلازم انك انت خلاص ترمي كل حاجة ورا ظهرك وتبتدي من جديد. وعشان نعمل حاجة زي كده في نقطة مهمة حابب إن أنا أتكلم معاكم فيها، وهو إن أنا عاوزك تقعد مع نفسك كده تقعد مع نفسك خالص، ميبقاش في حد، وما تتكلمش، اتكلم جوه دماغك. قول لنفسك كده إيه: أنا النهاردة بداية جديدة في حياتي. عملت غلط في حياتي من يوم ما اتولدت، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وعملت صح واحد اتنين تلاتة أربعة لحد 10. خلاص، ولا عاوز الغلط اللي أنا عملته ده، ولا عاوز الخير اللي أنا عملته ده. انا هبتدي من النهارده وهحاول ان انا مليون المية كل حاجة هعملها تكون صح وتكون ايجابية. وتبتدي انك انت تقيس ده على كل المواضيع في حياتك، وتبتدي دايما بداية جديدة. وما تفكرش في الماضي ولا تفكر في المستقبل، ركز في اللحظة اللي انت عايش فيها بس. وبس كده. اتمنى انك انت تكون استفدت. متنساش لايك شير وسبسكرايب. كان معاك اخوك يحيى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.